يلا بينا نعمل البطاطس الفريسكس او البطاطس الجمبري بطريقه حلوه جدا وسهله. وعايزه اقول لكم مقرمشه قرمشه غير طبيعيه بجد. وانا عملت الكفر بتاعها خفيف مش تقيل كده، يعني عشان ما نحسش ان احنا بناكل عجينه. وطريه من جوه بجد تحفه، طبعا احسن من بره. الباكت دلوقتي صغير جدا وسعره اوفر. انا ببطاطستين كبار عملت ما شاء الله كميه حلوه جدا. انا جبت السكينه المشرشره ديت، قطعت بيها عشان يعني تبقى زي بتاعت بره كده. طبعا اهم حاجه في البطاطس ان هي تكون تحمير، اللي فيها نقط حمراء دي عشان تدينا نتيجه كويسه. طبعا بنحاول نقطعها كده متساوي يكونوا قد بعض. وفي ميه مغليه على النار بديها غلوتين، يعني تاني غلوه بطفي طبعا على النار وبصفيها كويس جدا واسيبها تبرد. هنا بقى في بوله حطيت نص كوبايه من الدقيق، وهنا عندي معلقتين كبار من النشا وكركم، معلقة كركم صغيرة، معلقة بهارات بطاطس وملح وفلفل. حابين تزودوا بهارات من عندكم براحتكم. وبقلبهم الأول مع بعض المكونات الجافة، ومعايا كوباية مية هنزل بيها بالتدريج لحد ما العجينة بتاعتي مش عايزاها ولا ماسكة قوي ولا سايلة، يعني تكون قوامها معقول. طبعا بتأكد ان الدقيق داب تماما وما فيهوش اي كلكعة. بقلبه كويس جدا، هو ده القوام كويس معايا تمام كده. طبعا انا البطاطس سبتها لحد ما تبرد، يعني صفيتها من الميه وسبتها لحد ما تبرد. وهنزل بقى في الخليط اللي انا عملته. طبعا انتوا حابين تزودوا بكميه عن كده بتزودوا المقدار بتاع الخليط اللي هو بتاع العجينه. انا حطيتهم بقى مع بعض كده وهقلبهم علشان كله يتشرب، البطاطس كلها تتشرب من الخليط اللي انا عملته. وطبعا بنكون مسخنين بقى الطاسة بتاعتنا على النار، زيت يكون سخن. وننزل بواحدة واحدة علشان ايه ما يمسكوش في بعض ويلزقوا في بعض، عشان تكون مقرمشة. هنا بقى ايه البطاطس ما شاء الله، شايفين بقى الجمال بقى والقرمشة بتاعتها ما شاء الله بجد جميلة. انا بقى حطيتهم بقى كده مع صوص كاتشب على مايونيز على مستردة ميكس كده صوصات. طبعا براحتكم، ممكن تحطوا كاتشب بس ممكن تحطوا تشيلي صوص، انتوا ذوقكم. حابين تحطوا بهارات زيادة دي حاجة ترجع لكم. وعايزة اقول لكم بجد تحفة جدا جميلة. والكبار والولاد بيعشقوا طبعا البطاطس، ومش هتزهقوا بجد منها لو عملتوها. يعني انا ادمنتها وبقيت اعملها على طول من ساعه ما جربتها، الطريقه تحفه. وطبعا احسن من بره بكتير، عاملينه في الزيت بتاعنا وحاجه نظيفه ومعموله في البيت. وارخص طبعا بكتير من بره، يعني فرق شاسع. والقرمشه بتاعتها رهيبه وطريه كده من جوه ومش شاربه زيت على فكره خالص. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش بقى لايك وشير ومتابعه، وبألف هنا.